طبعا بقالك فترة محتاج تتعلم الفوتوشوب بس مش عارف تبدأ ازاي، او مش لاقي حد يشرح لك البرنامج بطريقة ان انت تبقى حاببها، او طريقة تستمتع بيها، او حد يقول لك ازاي تعمل بروجكت حتى، ان انت تطلع حاجة في الاخر تلاقي نفسك عملت حاجة. كل الناس بتعمل دروس في الفوتوشوب بتديك مجرد تولز تستخدمها، بس محدش بيقول لك التولز دي تعرف تطورها ازاي، وتعرف تستخدمها ازاي، وتعرف تطلع بيها شغل كويس ازاي. علشان كده في قناة أشرف أحمد قلنا ان احنا هنعمل لكم درس في الفوتوشوب كامل تقدروا من خلاله ان انتوا تعرفوا حاجات كتير قوي في البرنامج ممكن تستخدموها بعد كده وتعملوا بيها شغل كويس جدا وتبدأ تكسب فلوس من الفوتوشوب. علشان كده النهاردة ان شاء الله هنتعلم الفوتوشوب من البداية خالص، من تحت الصفر لحد ان انت تعرف تطلع شغل او تطلع نتيجة بالفوتوشوب. فتابعوا معانا. انت اول ما بتفتح الفوتوشوب بتلاقي ان لو انت بتستخدم طبعا فوتوشوب اصدار جديد ده اصدار 2020. لو بتستخدم اصدار جديد هتلاقي مثلا ليرن، هتلاقي الهوم اللي هو فيه اخر بروجكتس انت عملتها، اخر حاجات انت عملتها هتلاقيها في الهوم. لايت روم فوتوز لو انت شغال على لايت روم، وهتلاقي تحت كرييت نيو، وهتلاقي اوبن. تمام. فاوبن لو عايز تفتح مثلا صورة عندك وتبدأ تعدل عليها، وكرييت نيو لو هتعمل بروجكت جديد ومعاك الدايمنشنز او السايز بتاعه، العرض والطول والكلام ده كله. طبعا ده هنتعرف عليه بعدين، بس ممكن دلوقتي ان احنا نبدأ ندوس على اوبن ونفتح صورة. تمام، فتحنا الصورة دي دلوقتي. اول حاجة بتلاقي الفوتوشوب الواجهة قدامك زي كده بالظبط، يعني بتلاقي هنا التول بار ده. تمام، ده فيه كل التولز اللي انت هتستخدمها علشان تطلع بيها ديزاين في الكانفاس ده. تمام، ده اسمه كانفاس. المربع ده او مكان منطقة العمل نفسها اسمها كانفاس عشان برضو تبقى عارف. تمام. طيب، دي حاجة تانية اسمها اللايرز. اللايرز دي اللي هي الطبقات، كل طبقة فوق التانية فوق التالتة بتبقى بتظهر الأول. يعني أنا مثلا الصورة دي حطيت فوقيها صورة تانية، الصورة لو فوقيها هتظهر هي والصورة تحتها هتختفي. تمام، على حسب برضو مقاس الصورة. لو نفس المقاس فالصورة اللي تحت هتختفي خالص. تمام. لو حاجة أقل منها في المقاس أو أي مثلا، لو مثلا ريكتانجل زي كده، مربع عادي زي كده، هنلاقي في اللايرز ظهر فوق. تمام. ده لو رسمنا مربع مثلا بالشكل ده، لو اي حاجة بتبقى فوق التانية بتأثر عليها. يعني مثلا لو نسخنا ده نقدر ننسخ المربع ده ان احنا بندوس الت مع استخدام الموف تول. طبعا هنرجع الحاجات دي بعدين، بس انا عايز اوريكم حاجة كده دلوقتي. فممكن نروح هنا وبعدين نغير اللون ده. ممكن نروح للبروبرتيز، بعدين نختار مثلا اللون الاسود. تمام. فكده اللايرز عندي، ترتيب بتاع اللايرز عندي ان الاسود فوق الاصفر. تمام، ده الترتيب بتاعي. لو حركت شلت اللاير ده وخليته فوق ده، يبدأ الاصفر هو اللي يبقى في الاول. هي دي اللايرز، وهي دي هو ده المكان اللي بيبقى فيه برضو الشغل كله، ان انا اقدر اتحكم في اللايرز وان انا اقدر اتحكم في الخصائص بتاعتها. تمام. فهنمسح الريكتانجل ده والريكتانجل اللي بعده، ونبدأ نبص على الصورة دي. طيب، لو عايز اول حاجة طبعا، لو عايز ان انا يعني اخلي الكانفاس ده اكبر مثلا على الوش مثلا، او اكبر على اي حتة، فبدوس كنترول. تمام، ومع كنترول بدوس سبيس مسطرة. تمام كده. وبعدين بكليك شمال في اي حتة هنا كده، وابدأ ان انا اكبر. تمام. عايز احرك الصورة مثلا علشان الشعر كله يظهر معايا، بدوس على سبيس علشان يبدأ الهاند تول دي نستخدمها. ندوس على مسطرة كده وننزل لتحت ونتحرك براحتنا. ده علشان نحرك الصورة في الكانفاس او في منطقة العمل. تمام. طيب، عايز الصورة ترجع للأصل زي ما كانت، زي ما كنا بدأنا البروجكت، هندوس كنترول، ومع كنترول هندوس زيرو. تمام، تبدأ الصورة ترجع زي ما كانت بالظبط، اي مهما كان بقى تكبيرك للصورة كان قد ايه. تمام، ممكن ندوس كنترول صفر نرجع زي ما كنا. تمام. طيب، اول حاجة هتقابلها هي الموف تول دي. الموف تول دي هي أداة التحريك اللي انا ببدأ اعرف احرك بيها اي حاجة عندي. طيب، لما تيجي تحرك كده، لو انت فاتح صورة اول مرة على الفوتوشوب وتيجي تحرك كده، هيقول لك ما ينفعش، لان هو
اللاير ده مقفول، تمام، لان هو بيستخدم كباك جراوند. ممكن لو دوست كونفرت تو ا نورمال لاير يبدا ان هو يحوله اللاير عادي، وان انت ممكن تحركه زي ما انت ما عايز، تمام. لو انت بتستخدم اصدار قديم ممكن ما بيجيلكش دي، فبيجيلك ايرور، تمام. فانت ممكن تعمل حاجه بسيطه، تدوس كانسل هنا كده وتدوس على القفل اللي هنا ده كده، تمام. فبدأ ان الصوره القفل ده اتشال، فانت الباك جراوند تقدر تحركها زي ما انت ما عايز، تمام. ندوس كنترول زد علشان نرجع لو عملت اي حاجه غلط طبعا او كذا مره وحركت في كذا اتجاه. دوس كنترول زد ترجع زي ما كنت، تمام. دي اول حاجه. طيب انا دلوقتي الصوره دي مثلا بالموف تول انا عايز يعني انسخ منها صوره تانية. يعني مثلا انا حركت الصوره دي كده وعايز انسخ منها صوره تانية، ممكن تعمل ده عادي باستخدام الموف تول. لو دوست على الت وبعدين شفت السهم التاني اللي ظهر في الشاشه ده، لو سحبت كده تقدر تعمل من نسخه تانية من الصوره، ده باستخدام الموف تول، تمام. دوس كنترول زد نرجع تاني. طيب الموف تول برضو ممكن ان انا احرك بيها زي ما انا عايز، وممكن انسخ بيها زي ما شفنا، تمام. في حاجة تانية معاها اسمها الارت بورد تول. الارت بورد تول دي انا بقدر استخدم اعمل زي مساحة عمل جديدة بخلقها جنب البروجكت ده، وابدا ان انا اشتغل فيها. طبعا ده للناس اللي بتصمم مواقع او الناس اللي بتصمم موبايل ابلكيشن يو اي يعني على الفوتوشوب. فممكن لو رسمت كده يعمل لنا بروجكت تاني جنبه، ممكن ابدا استخدمه زي ما انا عايز. لو شفت عندك في اللايرز هتلاقي ارت بورد 1، اي حاجه هتحطها هنا هتبقى موجوده في الارت بورد دي. طيب ممكن نجيب الموف تول تاني، او ممكن ندوس على حرف الفي من الكيبورد ونشيل مثلا الصوره دي ونوديها للارت بورد زي كده، تمام. كده بقى عندي الارت بورد بس، وكده انا قدرت ان انا احرك الصوره احطها جوه الارت بورد دي، تمام. ممكن اعمل ارت بورد تانية، ممكن تعمل ارت بورد تانية، ممكن تعمل زي ما انت عايز. تدوس على الموف تول دوس طويله كده وبعدين تدوس على الارت بورد، وممكن ترسم واحدة تانية، او ممكن تحدد الارت بورد من هنا وتدوس على علامة البلس دي يعمل لك كمان كانفاس بنفس المقاس ده بالظبط، بنفس المقاسات دي. يعني دوست كده دوست كده دوست كده عمل لك كذا ارت بورد، كل ارت بورد من دول بيبقى جواها الشغل بتاعك، تمام. تمام، دوس كنترول زد نرجع زي ما كنا تاني. دي حاجة. طيب انا دلوقتي مثلا عايز احدد الشخص ده وابدا ان انا اقصه من الصورة دي او من الباك جراوند واحط وراه باك جراوند تانية. طيب ده طبعا حد يعني اي حد بيبقى عايز يتعلم فوتوشوب هو كل حلمه ان هو يقص صورة، تمام، او يطلع شخص بره الباك جراوند. فمفيش مشكلة هنعمل ده. ده اصدار 2020. اصدار 2020 فيه الميزة اللي هي دي، اللي هي Object Selection Tool، اختصار بتاعها W. ممكن لو دوست عليها كده، تمام، وحددت الشخص، عملت حواليه مربع بالشكل ده كده، يبدأ الفوتوشوب يحدد ده كله تلقائي. هو كده الشخص اتحدد، سيمبل، مش زي الاول خالص. يعني الاول ما كانش فيه التولز دي، ما كنتش تقدر تحدد بالطريقه دي، بس دلوقتي انت تقدر تعمل ده بسهوله مع الاوبجكت سيلكشن تول، تمام. ممكن ما تحددش بالطريقه دي، ممكن معاك كذا طريقه تحديد، يعني معاك كذا طريقه ممكن تستخدمها. دوس طويله على الاوبجكت سيلكشن تول هتلاقي حاجه اسمها كويك سيلكشن تول. دي هتلاقيها في اصدار اقدم من كده، هتلاقيها في فوتوشوب سي سي. هتلاقي الكويك سيلكشن تول عادي جدا. الكويك سيلكشن تول انت بتختارها كده، بتدوس طويله هنا كده لو انت بتستخدم 2020. لو بتستخدم اصدار قديم هتلاقي كويك سيلكشن تول على طول في الاول، فهتختارها كده. وممكن بعدين تدوس هنا كده وتسحب، يبدا الشخص يتحدد معاك. تلاقي فيه اجزاء طايره زي كده، ممكن تحددها تاني، تمام. لو عايز ترجع مثلا حاجه ممكن تكبر كده. لو عايز ترجع مثلا الخطوه دي هتدوس على الت علشان علامه الزائد اللي على المؤشر بقت سالب، تمام. تبدا تدوس كده تسحب، فيبدأ ان هو يدخل الحاجات دي جوه تاني، تمام. دي طريقة تانية من التحديد. ندوس كنترول زيرو. طيب ممكن تستخدم طرق تانية، ممكن تستخدم طريقة، ممكن تستخدم الماجيك وان تول. الماجيك وان تول دوس كنترول دي علشان نشيل السلكشن ده اللي عملناه، او ممكن ندوس على سيلكت وبعدين ديس سيلكت، تمام. عايزين بقى نحدد الباك جراوند بس مثلا، فبندوس على الماجيك وان تول دي، بيبدأ ان هو يحدد لنا الحاجات على حسب الالوان مثلا اللي هي
اللي في الباك جراوند هو بيشتغل على حته الالوان، مثلا هنا الكونتراست عالي شويه فما خدش الحته دي لان اعتبر ان ده لون مختلف عن اللون اللي احنا حددناه. بس فاحنا بنقدر نستخدم كذا تول علشان نحدد حد من الباك جراوند وان احنا نشيله. تمام، فهندوس كنترول دي عادي خالص، نعمل ديسلكت ونبدا نروح على الاوبجكت سيلكشن تول، مفيش اي مشكله، وحددنا الشخص. تمام، عايزين بقى نشيل الشخص ده بره الباك جراوند. لو بصينا هنا كده هنلاقي في ممكن حاجات تكون ديتيلز ممكن تكون طايره مننا. تمام، بس ده طبعا از بيجنر يعني كمبتدئ مفيش اي مشكله. فهندوس، هنيجي هنا ممكن كذا حاجه احنا نعملها علشان نشيل الشخص ده بره الباك جراوند. ممكن ندوس كنترول جي من الكيبورد زي كده، زي ما شفتوا اتعمل لاير جديد والتحديد اتشال. واللاير ده لو خفينا طبعا دي العلامه دي اللي هي بتاعت ان انت تظهر لاير او تخفيه. يعني ممكن لو دوست هنا كده انا خفيت اللي انا عملته، ممكن لو دوست هنا كده انت خفيت كل حاجه موجوده. تمام، طيب انا هظهر بقى اللاير اللي انا قصيته ده من الباك جراوند اللي هو ده. تمام، كده احنا قصينا الشخص بره الباك جراوند. نقدر نحط اي باك جراوند احنا عايزينها وراه على حسب ما انت ما عايز. طيب انا عايز احط باك جراوند اللي انا عايزها، يعني احطها ازاي برضو مش فاهم. تمام، بص يا سيدي، هتيجي على اللاير ده وهتبدا تدوس على اللاير اللي تحته ده كده علشان اي لاير بتعمله بيبقى فوق. تمام، فاحنا عايزين اللاير بتاع الباك جراوند يبقى تحت ده. ممكن تعمل لاير عادي، نيو لاير عادي خالص زي كده، وتروح محركه تحت ده على اساس ان ده الباك جراوند، وتسميه مثلا، دوس دبل كليك هنا كده وتسميه مثلا بي جي باك جراوند. تمام، بعدين هتدوس شيفت وباك سبيس. باك سبيس الزرار اللي انت بتمسح بيه اثناء الكتابه. تمام، شيفت وبعدين باك سبيس. هتلاقي جاب لك الكونتنتس اللي هي المحتوى بتاع الباك جراوند عايزه يبقى ايه. لون مثلا ابيض، 50% مثلا جراي مثلا، بلاك، على حسب ما انت عايز. ممكن تختار من الهيستوري، ممكن تختار باترن، الحاجات دي ممكن نرجع لها تاني. فور جراوند كلر اللي هو اللون اللي هو ده اللي هو بيبقى متحدد هنا كده اول واحد. تمام، والباك جراوند كلر اللي هو بيبقى اللون ده على حسب ما انت ما عايز. احنا ممكن نختار اللون اللي احنا عايزينه من هنا، دوس على كلر كده يبدأ يظهر لنا الالوان اللي انت محتاج، اللون اللي انت محتاج تحطه في الباك جراوند. فانت هتختار مثلا اللون ده مثلا كده، بعدين هتدوس اوكي وبعدين اوكي تاني. تمام، كده يبقى احنا حددنا الشخص من الخلفية وشلناه من الخلفية وغيرنا الباك جراوند اللي وراه. طبعا لو الباك جراوند دي بالنسبة لك تقليدية، هي طبعا تقليدية لانها فلات ما فيهاش اي جريدينت او اي حاجة تدي عمق شوية للصورة او للباك جراوند، فاحنا ممكن مع اللون ده اللي هو الغامق ده ممكن نعمل حاجة تانية. ممكن مثلا نعمل جريدينت. ايه بقى الجريدينت؟ الجريدينت هو التدرج، هو تدرج لوني معين انت بتحدده زي ما انت ما عايز. تمام، انا ممكن اخفي اللاير ده كده واجي تحت هنا كده واختار جريدينت. تمام، زي ما انت شفت كده هتلاقي ان اللون الاصفر في الاخر ترانسبيرنت، شفاف، يعني هو بيبدأ باصفر وبعدين بيبقى شفاف في الاخر. فانا ممكن ادوس هنا كده، هتلاقي طبعا لو انت بتستخدم الاصدار الجديد هتلاقي فيه حاجات جاهزه زي كده، فاحنا هنعتبر ان مفيش اي حاجه موجوده هنا. تمام، فعايز نغير، فعايزين نغير اللون مثلا ده اللون الاصفر. هندوس هنا على الهاندل ده كده، بعدين نيجي على الكالر نشيل اللون الاصفر ده كده ونخليه مثلا الازرق الفاتح ده كده. تمام، وبعدين نختار الهاندل التاني. طبعا هو كده هتلاقي برضو فيه اصفر هنا لان هو اصفر ازرق متدرج اصفر. تمام، شفاف. تمام، فعايزين نغير برضو اللون الاصفر ده نخليه مثلا ازرق بس يكون ازرق غامق شوية علشان يدينا التدرج اللي احنا عايزينه. تمام، فهندوس اوكي على كده. طيب انا عايز بقى الجزء الشفاف ده يبقى جزء برضو سوليد زي كده، يبقى لون ثابت زي كده مش شفاف. تمام، فانت بتلاقي فيه هاندلز فوق، يعني الهاندل اللي تحت ده بيبقى بتاع الوان. ممكن لو دوست هنا في النص كده تحدد لون تالت زي ما انت ما عايز، ممكن رابع ممكن خامس على حسب ما انت ما عايز. تمام، فانا عايز اخلي الاوباسيتي او الشفافيه تبقى 100%، فهدوس على الهاندل اللي فوق ده اللي بيبقى فيه الاوباسيتي او الشفافيه وعليها 100%.
زي كده بالظبط زي ما انت ما شفت. ده اللي هو الهاندل اللي فوق ده بتاع الاوباسيتي واللي هو الشفافيه، والهاندل اللي تحت ده بتاع اللون اللي بنحدد منه اللون. نفس الكلام هنا. تمام. بعدين هندوس اوكي. جايب لنا اعدادات بقى التدرج بتاعك. انت عايز التدرج ده يبقى عامل ازاي؟ عايزه لينير اللي هو من اعلى لاسفل زي ما انت ما شايف كده. في حاجات تانية، في راديال وفي انجل وفي ريفلكتد وفي دايموند، على حسب ما انت ما عايز. احنا ممكن نختار دلوقتي الراديال اللي هو الشكل الدائري زي كده. تمام. بعدين ممكن نعلي السكيل ده شوية، ممكن نخلي السكيل ده اب على اساس ان هو لو قللنا السكيل فالنقطة اللي هي الفتحة اللي في النص بتضيق معانا، فاحنا ممكن نكبر زي كده علشان يدينا شكل الفينيت او الحواف الغامقة زي ما انت ما شايف كده بالظبط. تمام. ويبقى الفوكس كله على المنطقة اللي في النص. تمام. يبقى في تدرج لوني. فطبعا في فرق كبير بين ده وده. تمام. فدي حاجة بتخلي برضو ايه الشكل بتاع الديزاين معاك او اللي انت بتعمله الباك جراوند نفسها بيبقى شكل افضل شوية من ان انا اختار لون ثابت. دي حاجة برضو لازم انت كمبتدئ تكون على دراية بيها ولازم تكون عارفها. تمام. فاحنا مثلا حددنا الشخص ده كده، عايزين مثلا ايه نختار بقى الموف تول من هنا. نيجي هنا احنا مختارين كده الارت بورد تول بالظبط، فاحنا نختار الموف تول زي كده. عايزين نحرك الشخص ده في الجنب مثلا، فهندوس على الشخص ده كده دوسة، فبدأ اللير بتاعه تحدد معايا. ممكن ادوس عليه دوسة طويلة وبعدين اسحب للجنب زي كده. تمام. او ممكن بالاسهم عادي، ممكن بالاسهم طالما انا مختار الموف تول ممكن بالاسهم ابدا اتحكم فيه على حسب ما انا ما عايز. تمام. وهنا مثلا ممكن بقى تكتب التكست بتاعك بقى، ممكن تحط هنا اي تكست انت عايزه. تمام. ده اللي هو التكست تول. برضو ممكن التكست تول اللي ما يعرفهاش، هي التكست تول دي هي اداة الكتابة اللي بنكتب بيها على التصميمات بتاعتنا. الموف تول، وبعدين هتلاقي هنا كده حرف التي ده اللي هو التايب، اختصار لكلمة تايب. او ممكن تدوس تي من على الكيبورد هيحددها معايا. لو انا هنا كده مش لازم ان انا انزل تحت، ممكن ادوس على حرف التي فيبدأ يجيب لي مؤشر الكتابة زي ما انت ما شفت. ممكن ادوس دوسة واحدة واكتب عادي. تمام. ممكن اعمل مربع زي كده وهو في اوتو فيل، في يعني بيملى المربع ده تلقائي. تمام. وبعدين مثلا ممكن اخلي بقى اعدل التكست بتاع ده زي ما انا عايز. ممكن اغير الفونت بتاعه، ممكن مثلا الفونت ده كده. ممكن مثلا اخليه بدل ما هو السبيكنج بتاعه اللايننج بتاعه جاي من اليمين للشمال، ممكن اخليها عشان الكتابة طبعا انجلش فاحنا نخليها من الشمال لليمين زي كده بالظبط. تمام. ممكن نحرك كده زي ما احنا عايزين، بس مينفعش نحرك من جوه طبعا، نحرك من بره زي كده. تمام. ممكن مثلا بقى نكتب هنا تايتل ولا حاجة. ممكن نيجي على حرف التي برضو تاني كده ونبدأ مثلا نكتب تايتل هنا. ممكن مثلا التايتل ده يبقى مثلا سمايل. تمام. ممكن نتحكم في الفونت ده، ممكن مثلا نكتب نخليه مثلا بولد او ريجولار، يعني اللي هو السميك او اللي هو العادي، خليها زي كده بالظبط. تمام. ممكن التكست ده نكبره شوية برضو عادي. ممكن نكبر التكست لو دوسنا على طبعا الإعدادات بتاعة الكتابة بتختفي لما بختار أي أداة تانية. فأنا هنزل على أداة الكتابة تاني علشان أكبر الفونت مثلا أكبر من كده. ممكن نخليه زي كده. تمام. طيب احنا دلوقتي حددنا وعملنا الفونت بتاعنا، وحددنا عملنا الديزاين بتاعنا، وقصينا الشخص من الصورة وكل الحاجات دي اللي انت كنت محتاج تتعلمها. تمام. في حاجات تانية طبعا انت ممكن تكون محتاج تتعلمها كتير. طيب احنا دلوقتي قدامنا مثلا ممكن ان احنا الشخص ده مثلا ممكن نشيله خالص. تمام. ممكن نبدأ نرسم بقى حاجات بإيدينا، حاجات اللي احنا مثلا عايزينها. احنا مثلا عايزين نحط هنا مربع، والمربع ده يكون فيه كلام برضو او يكون فيه اي حاجة. فعلشان ترسم مربع فانت بتروح لحاجة اسمها الشيب او الريكتانجل تول. الشيب تول
يعني احنا ممكن هنا لو دوست دوس طويلة كده بتلاقي الريكتانجل، بتلاقي الراوندد ريكتانجل، بتلاقي الاليبس اللي هي الدايرة، البوليجون، بتلاقي اللاين، بتلاقي الكاستم شيب، على حسب ما انت عايز. طيب انت عايز ترسم ريكتانجل، عايز ترسم مستطيل، فبتدوس هنا تمام، تبدأ ترسم زي كده. طبعا ده مستطيل زي ما انت عايز. طيب انت عايز ترسم مربع، يعني شايف المقاس اللي بيظهر من الجنب ده؟ انت طبعا مش لازم تركز معاه عشان ترسم مربع بالظبط. عشان ترسم مربع مش مستطيل، فانت بتدوس على شيفت وانت بترسم علشان يديلك شكل المربع بالظبط، ما يديلكش شكل مستطيل لو دوست على شيفت وانت بترسم. تمام، ممكن نسيبه على كده. تمام كده احنا عملنا المربع ده. طيب المربع ده انا مثلا عايز مثلا اخلي الشخص ده اللي انا قصيته ده يكون جواه، او انا عايز الشخص نفسه يكون جوه المربع ده. تمام، انا مش عايز الشخص نفسه واقف كده. فهنرجع على اللايرز. تمام، وهنروح مختارين الباك جراوند او الشخص اللي كنا قصيناه. تمام، وهنطلعه فوق الريكتانجل ده بالظبط كده. تمام، وبعدين هندوس عايزين نصغر بقى الشخص ده علشان نعرف ان احنا ندخله جوه المربع. فاحنا هندوس كنترول تي علشان يجيب لنا ترانسفورم الحاجات دي اللي احنا نبدأ نصغر بيها. تمام، طبعا هو الفوتوشوب اصدار جديد، فانت بيصغر يعني لما بتيجي تصغر هو بيصغر معاك بالظبط. طب بس لو دوست شيفت تلاقيه زي كده. طبعا هو انت لو بتستخدم اصدار قديم هتلاقيه بيعمل معاك كده، فانت هتعمل العكس، هتدوس شيفت وانت بتصغر او بتكبر عشان يبقى جاي معاك بالظبط. تمام، فهنطلع الشخص ده هنا كده، ممكن نكبر سنه كمان. تمام، عايزين ندخل بقى الشخص ده جوه المربع. طبعا عشان تدوس خلاص انت كده خلصت التحديد بتاعك، فهتدوس على علامة الصح اللي هنا دي علشان خلاص احنا كده ايه، او ممكن انتر عادي من الكيبورد. تمام، عايزين بقى ندخل الشخص ده جوه المربع ده. في حاجة اسمها الكليبن ماسك. كليبن ماسك ان هو انا بخلي الحاجة تخش جوه حاجة وكل الاطراف بتاعتها تتشال. بنعمل ازاي الكليبن ماسك ده؟ الصورة بتاعتنا بنخليها فوق المربع ده بالظبط كده، ده الريكتانجل اهو، ودي الصورة. ممكن ندوس على الت من الكيبورد، شفتوا المؤشر اللي ظهر ده اللي هو كأن الصورة هتنط كده جوه الريكتانجل، فانت هتدوس على الت وبعدين تدوس على العلامة دي، فبدأ الشخص زي ما انت ما شفت كده دخل جوه المربع. لو شلناه خلينا تاني. تمام كده الشخص بتاعنا دخل جوه المربع زي ما انت ما عايز بالظبط. تمام، كل الاطراف طبعا اللي كانت في الجنب اللي هي مثلا كان في اطراف هنا كتيرة، كل ده اتشال لان الشخص بقى خلاص هو كده جوه المربع. تمام، ممكن بقى تكتب مثلا حاجة تحته، ممكن تكتب اسم مثلا الشخص ده لو انت مثلا بتعمل برزنتيشن او بتعمل حاجة. ممكن مثلا تكتب هنا اي حاجة، مثلا اسم مثلا الشخص، بعدين تصغر زي كده عادي من فوق زي ما قلنا. تمام، خلي الفونت بتاعنا ممكن نخليه ريجولار، خليه تحت الشخص ده كده. بعدين هندوس على الموف تول او ندوس علامة الصح اللي هنا، فيبدأ ان احنا ايه، خلصنا التكست بتاعنا. تمام، في ادوات كتير تانية ممكن تستخدمها برضو. يعني ممكن تستخدم خصائص لللايرز نفسها، ان انت تضيف مثلا ظل للصورة دي. تمام، ان انت تضيف مثلا ستروك مثلا للتكست اكتر، او ممكن تضيف اي حاجة تانية انت محتاجها. فده هنعمله ازاي؟ عايزين مثلا نضيف ظل كده للصورة دي، فهنيجي على الريكتانجل ده كده. تمام، وهندوس عليه كليك يمين، بعدين بليندنج اوبشنز. تمام، بعدين من البليندنج اوبشنز عايزين نعمل ظل للمربع ده. هتلاقي حاجة هنا اسمها دروب شادو، لو دوست عليها كده لو خدت بالك هتلاقي ان في ظل بدأ يظهر تحت الشخص نفسه. تمام، طيب انا الظل بتاعي ده عايزه طبعا هيكون لونه اكيد مش لونه موف، يعني هيكون لونه اسود. تمام، الاوباسيتي اللي هي الشفافية بتاعته، يعني محتاجين الشفافية بتاعته تكون عالية زي كده. تمام، الديستنس دي المسافة اللي هو بعد الظل عن الجسم. تمام، السبريد الانتشار بتاع الظل بتاعي. ده السايز بقى اللي هو ايه اللي بيخلي الحواف بتاعة الظل بتبقى ناعمة زي ما انت ما شايف كده بالظبط.
تمام. ممكن اقلل الاوباسيتي شويه بحيث ان هي تبان واقعيه اكتر زي كده بالظبط. ممكن اقلل الديستنس بتاعتي فيبدا يبقى لو خليتها صفر بيبقى حوالين المربع جميع الاطراف زي بعض. تمام. لو غيرت الديستنس بتاعتي، لو هتبص هنا هتلاقي فيه زي بريفيو هنا كده للظل بتاعك بيتحرك ازاي، بيروح لفين. تمام. ممكن اخلي الديستنس كده وبعدين ادوس اوكي. هو طبعا هنا البلندنج مود نورمال، ممكن نخليه مولتيبلاي. تمام. بعدين هندوس اوكي. تمام كده احنا عملنا كمان ظل للصورة بتاعتنا. تمام. عايزين مثلا نعمل بقى ايه اللي هو اللي ممكن نرسم مثلا فري شيب، مثلا عايزين نرسم حاجة تانية هنا بشكل حر مثلا. ممكن نعمل ده ازاي؟ ممكن نعمل ده عن طريق استخدامنا للفرشة دي. تمام. وعلشان تستخدم الفرشة دي ما ينفعش ان انت تستخدمها على اي لاير كده. تمام. انت ممكن تستخدمها هنا بس هتبوظ لك اللاير نفسه، مش تعرف بعدين ترجع تعدل ده تاني. تمام. فهندوس كنترول زد. فعايزين نرسم حاجة هنا، هنرسم هنعمل لاير جديد هنا كده. تمام. ونبدأ نستخدم بقى الفرشة بتاعتنا بحرية تامة. تمام. حتى لو رجعنا نمسح تاني ممكن نمسح اللاير كله، ما يزعلناش في حاجة. تمام. بس ما نرسمش على الصورة نفسها. تمام. فنعمل create new layer. ممكن مثلا نرسم هنا ممكن نرسم مثلا خط. لو عايزين مثلا نرسم خط مستقيم مش خط بالشكل ده، هندوس كنترول زد. هندوس مثلا من هنا كده. تمام. بعدين ندوس شيفت ونمشي، يمشي معانا الخط بشكل مستقيم زي ما انت ما شايف كده بالظبط. تمام. ممكن هنا تكتب بقى اي تكست تاني انت محتاج تكتبه عادي، مفيش اي مشكله. لو عندك اي تكست تاني ممكن تصغر كده. لو طبعا دي حاجات تجريبيه يعني، مش عايزك تعمل كده بالظبط. انا عايزك تستخدم خيالك انت في الكتابه. تمام. كده احنا عملنا حاجه يعني ايه. انا من رايي ان احنا لما نيجي نتعلم برنامج زي الفوتوشوب مش جاست ان احنا بنعرف بس الادوات ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. لا، احنا ممكن نعرف الادوات ودي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه في نفس الوقت نطلع نتيجة في الاخر، ونطلع شكل في الاخر اللي احنا بنعمله، علشان يدينا دفعة حتى ان احنا نكمل نتعلم البرنامج. تمام. بس فدي ان شاء الله اول حلقة من حلقات الفوتوشوب، ازاي تتعلم تعمل ديزاين، او ازاي تتعلم الفوتوشوب عامة. طبعا انا مختلف عن اي حد تاني. اي حد تاني بيشرح البرنامج بطريقة تقليدية جدا، انا ما بشرحوش بطريقة تقليدية خالص. انا بشرحه علشان تتعلم وتبدأ ان انت فعلا تطلع شغل. فشرفتوني والله شوية دول. تمام. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي والتكملة بتاعت السلسلة بتاعت تعلم الفوتوشوب. والفوتوشوب برنامج قوي جدا وممكن يأهلك ان انت تشتغل في اماكن كتير، وممكن تعمل من وراه كمان ارباح كويسة جدا. تمام. ولو الفيديو عجبكم طبعا ما تنسوش تدوسوا لايك، وما تنسوش طبعا السبسكرايب للتشانل. ويعني ممكن تعملوا شير بقى، انا مش عارف، انتوا براحتكم يعني. شكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاية.